5 اسباب تخلي فيلم F1 هو افضل فيلم بالنسبه لي في سنه 2025 لحد دلوقتي طبعا. اولا الاخراج والتجربه البصريه. جوزيف كوزينسكي اللي قدم لنا قبل كده عظمه في فيلم توب جان مافريك، في مشاهد الطيارين والطيارات والفايتات اللي كانت في السماء، بينزل من السماء ويرجع يقدم لنا عظمه تاني على الارض، وده اللي بنشوفه في تجربه بصريه اسطوريه في فيلم F1. وبالنسبه لي جوزيف كوزينسكي بقى ليه مدرسه خاصه ونوعيه خاصه في الاخراج، ومستني اشوفه هيقدم لنا ايه تاني بعد ما قدم لنا الطيارات والعربيات. ده غير التجربه البصريه الفريده من فريق التصوير كله، اللي بالنسبه لي هو ضمن اول اوسكارز، من تصوير العربيات جوه العربيات، والكاميرا اللي بتلف حوالين العربيات والسواقين، والنقل ما بين جوه السباق وبره السباق بانسيابيه وبساطه شديده، لدرجه ان انت تحس ان النقل ده CGI وهو مش CGI. F1 هو تجربه بصريه ملهاش مثيل. الحاجه الثانيه وهي التجربه الصوتيه، من التجربه الصوتيه، الساوند ديزاين في الفيلم ده لازم يدرس، من صوت المطاط على الاسفلت، طقطقه موتور العربيه جوه الخوذه بتاعت السواقين، غير لقطات السكوت والانفاس، حاجه كده مش طبيعيه. كل تفصيله صوتيه في الفيلم ده بتخش جوه جسمك مش ودنك بس. ده غير موسيقى الفيلم اللي بيقدمها لنا الموسيقار الاسطوري هانز زيمر كعادته بيرجع لنا في الفيلم ده بايقاعات مدروسه ولايقه جدا على جو السباقات وهكذا، مزيج ما بين توتر السباقات والاحساس بالانتصار والبطوله. ده غير طبعا تدخل الموسيقى في اللحظات الدراميه، وبرده الاغاني اللي اشتغلت في الفيلم كانت حلوه فشخ. ثالث حاجه البرودكشن ديزاين او تصميم الانتاج، من تصميم السباقات والحلبات واللبس بتاع الفرق والخوذات والبدل وكل التفاصيل الانتاج، كل حاجه متنفذه بتفاصيل دقيقه. وده مش غريب طبعا لان السباق الكبير لويس هامilton كان احد البروديوسرز المشاركين في انتاج الفيلم ده، وشوفنا ليه كاميو كمان جوه الفيلم. يعني اللي انا عايز اقوله لك كل اللي قدامك ده ما كانش ديكور او CGI، وده خلاني احس ان انا عايش جوه روح السباقات بتاعت الF1، مع اني والله العظيم ولا شفتهم قبل كده ولا اعرف عنهم اي حاجه. رابع حاجه وهي التمثيل. الفيلم ده بالنسبه لي هو عوده براد بيت اللي انا بحبه، اللي بالنسبه لي كان غايب لفتره مش قصيره. ده غير كميته الحلوه جدا ما بينه وما بين الممثل الكبير خافير باردام اللي انا بحبه جدا. روح حلوه كده وروح صداقه ما بين 2 صحاب، وكيمياء احب ان انا اشوفها لوقت طويل جدا على الشاشه. وكمان الكيمستري اللي كانت ما بين كيري كوندون وبراد بيت كانت حلوه ولذيذه فشخ، وعامه البت دمها زي العسل. خامس حاجه وهي القصه يبان انها قصه بسيطه، والمفاجاه انها قصه بسيطه فعلا، وده حلاوتها لانها بيسموها السهل الممتنع. من زمان مفتقدين الافلام اللي قصتها بسيطه، عن قصه صعود او عن قصه نجاح، وده بالنسبه لي الحلو اللي كان فيها، لان لو القصه كان فيها تعقيدات اكتر من كده كانت هتخلينا نبعد عن تفاصيل كتير صناع العمل كانوا مركزين عليها. اخيرا فيلم F1 لسه متاح في السينمات وفي اسابيع عرضه الاخيره، فنصيحتي ليكم ان انت بجد لو ما عشتش التجربه دي في السينما روح احجز الفيلم وروح اتفرج عليه في اسرع وقت. روح يا ابني الحقه، مستني ايه؟